116 مليار جنيه عشان افتتاح المتحف المصري الكبير. يا جدو وحياة ملامحنا الواحدة سلفني اي حاجة عشان عليا اقساط. مبروك علينا يا جماعه، المتحف المصري الكبير فتح والعالم كله بقى ينطق بالهيروغليفي. المتحف ده يعتبر اكبر متحف في العالم لحضاره واحده وفركه كعب من الاهرامات، وده معناه سياح جايين يشوفوا حضاره 7000 سنه. ولما السياحه بتزيد البلد بتكسب عمله اجنبيه اكتر، فده بيخلي البلد تقدر تتحرك اقتصاديا بشكل اريح. بعد الافتتاح ده متوقع يزيد عدد السائحين ل 19 مليون زائر اخر يونيو 2026، وده يخلي استثمارات السياحه توصل لحوالي 116 مليار جنيه مقابل 72 مليار جنيه عن السنه اللي فاتت، يعني نسبه نمو 60.5%. واللي متابع البورصه هيلاحظ ان اسهم السياحه والفنادق بدات تتحرك بعد ما اعلنوا عن الافتتاح ده. بس لازم نهدى ونرسى كده، التاثير مش هيجي على طول، لازم الدوله تكمل تسويق وتنظيم زيارات عشان ده يبقى مكسب مستمر مش لحظه وانتهت. فالخلاصه في مصر السياحه هتنهض اكتر، وده هيحسن الاستثمار، فبالتالي اقتصاد البلد هيتحسن، وده هيخلق فرص عمل اكتر لينا كشباب. يعني اخيرا هقدر اسدد اقساطي وانا مرتاح.